السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الأدوية أو الدواء للمتزوجة في المنام. أخذ الدواء في المنام للمتزوجة يدل على الراحة والرضا والخروج من أزمة، وربما يدل على الحمل إن كانت تنتظر حملا. ورؤية شراء الدواء في الحلم للمتزوجة يدل على الالتزام بالنصيحة النافعة أو الحصول على ما يساعدها لتجاوز مشاكلها. وإعطاء الدواء للزوج في المنام ترمز للوقوف إلى جانبه. أما رؤية إعطاء الدواء للأبناء في الحلم فتدل على شفائهم ونجاتهم بإذن الله، والله تعالى أعلى وأعلم. الدواء في حلم المتزوجة دليل على الصحة والشفاء إن كانت مريضة أو كان أحد أفراد أسرتها مريضا. الدواء للمتزوجة أيضا دلالة على أنها كانت تعيش بعض المشاكل وسوف يتم حلها بإذن الله. رؤية الدواء في الحلم للمرأة المتزوجة دليل على مستقبل جيد بفضل الله تعالى في أمور حياتها، حيث أنه يرمز إلى القدرة على تخطي مشاكلها. وإذا كانت حامل فرؤية شرب الدواء في الحلم دلالة على قرب ولادتها ووضع حملها، وسوف يكون ذلك يسيرا بفضل الله تعالى. وإذا رأت المتزوجة أنها تقوم بشرب الدواء فيرمز إلى تجارة حلال وناجحة. وإذا رأت أيضا شرب الدواء فيعكس حالتها لأنها تريد التقدم بحياتها والمضي قدما. فبوجه عام يقول علماء تفسير الأحلام كابن شاهين أن أخذ الدواء هو علامة بفضل الله تعالى على قرب الحصول على أمور طيبة وسماع أخبار مفرحة. فأخذ الدواء للمريض دليل على الشفاء، وأخذ الدواء للحامل دلالة على قرب الولادة. وإذا رأى الإنسان أنه يقوم بأخذ الدواء في المنام فذلك معناه أن أحواله سوف تتحسن وسوف يودع المصائب التي كان يتخبط فيها. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.